مشاهدينا الكرام، يحفظ اليوم في المتحف تاجيكستان الوطني أكثر من 1000 قطعة من التطريزات النادرة التي جمعت هذه القطعات من قبل موظف المتحف الوطني. جدير بالذكر أن التطريز هو جزء مهم من التراث الثقافي للشعب التاجيكي، وأدرج التطريز أو الجكن بمبادرة تاجيكستان في يوم 29 من شهر نوفمبر سنة 2018 في القائمة العالمية للتراث اليونسكو. إحدى من الإبداعات الجميلة لفن التطريز في المتحف الوطني هي قطعة الجكن التي تم تخيطها من قبل 4 هرافيات ماهرة من مدينة كولاب خلال 6 أشهر، وتبلغ أبعادها إلى 6 أمتار مربع. توجد في مركزها زهور دائرية كبيرة كرمز الشمس والقمر، وتعبر عن النور والضياء وبركة الحياة. وكذلك توجد حولها 36 دائرة مزخرفة ومترزة بألوان متنوعة، وكل هذه الزخارف تعكس نظرة فصل الربيع وتفتح الأزهار وروعة ألوان طبيعة الوطن التي تشبه الجنة في جمالها. أعزائي المشاهدين، ولمزيد من المعرفة عن هذه التحفة النادرة فندعوكم لزيارة المتحف الوطني.